قسما بالله نحن الشعب اللي ما بينطق. ما عاد عجبنا العجب ولا الصيام برجب. في فئة كبيرة من شعبنا عم تنقض على الطالعة والنازلة بسبب وبلا سبب وعن جهل، وبس لأنه صار في حرية. لا حبيبي، هي مو حرية اسمها. الوفد الإماراتي الموجود بالجامع الأموي اللي عملوا له حفل تكريم وأكل، وشافوهم إنه ليش عم ياكلوا جوات الجامع وليش لابسين برجليهم. ما هي بالمسجد النبوي بباحاته شو لابسين برجليهم؟ بس سؤال. هي خلصنا منه. موائد الرحمن اللي كانت موجودة على زمن نظام البائد، ما كنا نروح نحن وناكل هنيك؟ ولا انه بتشوفوا هي وما بتشوفوا هديك؟ بعدين مين قالكن انه حرام هي القصص بباحات الجامع تصير؟ بس بدي افهم مين. ما الجامع على زمن سيدنا محمد وبكل الاوقات هو مو بس للصلاة، مركز اجتماعي وثقافي وديني، وهذا شيء طبيعي جدا. ما بعرف انتو عاجبكن اللي كان عم يصير على زمن النظام البائد من اللطم والقرف تبعهم، اللي هدول كانوا عم يعملوا هيك وما كان حدا يفتح تمه؟ كان عاجبكم هذا الشيء؟ وليش بالجامع الأموي بالذات؟ لأنه بني أمية اللي بعبر عنا أكتر شيء هو الجامع الأموي، فطبيعي يصير بالجامع الأموي. يعني ما راح يعملوه بقصر العظم ولا بأي فندق أو مطعم تاني، وشرعا ما فيها شيء. أنا اللي بيقهرني إنه بيطلعوا بيبرروا مسجد بني أمية الكبير بدمشق بصفحته بصفحات رسمية كثير، بيطلعوا بيبرروا للشعب شو عم يصير بالضبط. قديش هالحكومة نفسها طويل لحتى عم تتحمل كل تفصيل صغير وعم تاخده برحابة صدر، ومع هيك الشعب ما بيعجبه العجب. شعبنا نحن نقاء علاك، هي الحقيقة. لك يا أمة الله فهموا. هالوفد اللي جاي فيه منه فوائد كبيرة للشعب، استثمارات وفرص عمل بالآلاف ومليارات الدولارات اللي عم تنكب وبدها تنكب بالبلد، ونحن نجي بنركز على الصرامي وعلى الأكل. شو بده يحكي الواحد؟ بس شو بده يحكي؟ ما حدا مركز لقدام، ما حدا شايف لقدام، بس يلا ننقض وناكل. كل الترند بيطلع عنا أزبل من التاني للأسف. يا دنيا، ايه وراك غيري ولا ايه؟ حاسب كده، حاسبي كده، مشوني كده بقى عشان